هو الموهوب معروف يوسف لاعب الزمالك السابق فين دلوقتي؟ في سنة 2014 الزمالك تعاقد مع لاعب خط وسط اتحاد الشرطة النيجيري اللي عنده أصول بركانية معروف يوسف. لاعب خط وسط مميز جدا، جوكر وبيلعب في أكتر من مكان، وفكرة وجوده في الملعب بيكون مؤثر بشكل كبير. فيريرا كان معجب جدا باللاعب ده، والموسم الأول شارك معاه في 30 مباراة وسجل هدف وصنع 4، وكان لاعب مؤثر جدا في الموسم ده وساهم بالفوز بالدوري والكاس، وكان إضافة فعلا ممتازة بالنسبة لنادي الزمالك. ولاعب خط وسط زي ما قلت لك جوكر في اكتر من مكان، هيلعب وهيأدي بشكل محترم يعني. بعدها معروف كمل التألق اللي كان بيقدمه في الموسم الثاني والثالث والرابع، 135 مباراة سجل 7 وصنع 14، وكان على المستوى الرقمي رغم انه لاعب خط وسط ولكن برضه قادر يصنع ويسجل بشكل جيد يعني، مش هنقول سوبر. بعدها طلع اعاره للشرطة العراقي وهناك قدم موسم سوبر ستار، كان افضل لاعب في الدوري بشكل عام وقدر يساهم بشكل كبير ان الشرطه يفوز بالدوري الموسم ده. بعدها طلع اعاره المقاولين وقدم موسم جيد، وبسبب عدد الاجانب اللي كان في الزمالك كان معروف فعلا بيكون فيه عائق كبير انه يرجع للزمالك مره ثانيه. ثم انتقل للبنك الاهلي ولعب موسمين ما كانوش افضل مواسمه يعني، ولكن بعدها رجع العراق مره ثانيه وانتقل لنادي نفط ميسان اللي يساهم بشكل كبير معاه انه يرجع للدوري الممتاز مره ثانيه. وبعدها انتقل للنادي النصريه اللي موجود معاه في الموسم الحالي ولسه مكمل وهو عنده 32 سنه. معروف واحد من المحترفين المميزين جدا اللي مروا في اخر 10 سنين على الزمالك، ولاعب مميز وفعلا كان ليه بصمه في الدوري المصري. قول لي بقى الحلقه اللي جايه نتكلم عن مين من سلسله حلقات هو فين دلوقتي؟